السلام عليكم. هتكلم النهارده معاكم يا جماعه في فيديو تفصيلي عن شرح عمليه التكميم على البورد. اللي انا بعمله النهارده في الفيديو ده اللي بعمله مع كل عيان بيجي يكشف عندي العياده. بشرح له كل حاجه بالتفصيل. حبيت اشير الموضوع ده معاكم على الفيديوهات بتاعتنا عشان اي حد يقدر يخش على الصفحه يعرف بالظبط الدنيا بتمشي ازاي. لو هنتكلم عن عمليه تكميم المعده كاول عمليه معانا النهارده، هي من اشهر العمليات اللي بتتعمل على مستوى العالم زي ما قلنا قبل كده. وهنتكلم هنقول ادي مثلا هنا دي كده المعده بتاعتنا، ده المريء نازل من فوق، وادي المعده بتاعتنا وبتنتهي عند الاثنى عشر. طب احنا فكره العمليه بتاعتنا تتلخص في حاجتين اتنين. اول حاجه ان احنا بنستأصل الجزء ده من المعده، فالجزء ده كله بنستأصله يخرج. طب ده نسبته قد ايه؟ من 75 ل 80% من حجم المعده. بيتبقى لي في المعده بالظبط من 20 ل 25%. طيب هينتج عن الموضوع حاجتين اتنين. اول حاجه ان انا بستأصل قبه المعده اللي هي الحته دي. قبه المعده دي مسؤوله عن افراز هرمون اسمه الجريلين هرمون. ده هرمون الجوع المسؤول عن احساسنا بالجوع. فلما بنستأصل الجزء احساسنا بالجوع بيقل بنسبه 80%. طب هل الجوع احساسي بالجوع هينتهي خالص؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده، لكن بيقل خالص. يعني احنا بيقل بنسبه 80%، ودي نسبه كبيره مش نسبه صغيره. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي هتنتج عنها؟ طب انا لو حسيت بالجوع بالنسبه للصغيره اللي موجوده، اي حاجه هاجي اكلها هنا هتبقى كميتها صغيره جدا وهشعر بالامتلاء وبالشبع. طيب من كلام الناس ومن كلام الناس اللي عملت تكميم الحاجه دي، كميتها قد ايه؟ معلقتين على اكثر تقدير يعني. فيبقى انا استفدت من العمليه دي حاجتين. اولا انا ما بحسش بالجوع الا بنسبه قليله جدا، ولو حسيت بالجوع باخد كميه صغيره جدا من الاكل اقدر امشي بيها كويس وتبقى صحتي كويسه. طيب برضو ينتج من كده ان احنا مش بنغير في التشريح بتاع الجهاز الهضمي. يعني احنا مش بنعمل تحويل مسار، ده هيبان اكتر واحنا بنتكلم عن فيديو تحويل المسار. ده ما بنعملش فيه تغيير مسار للاكل، وبالتالي يترتب عليه شويه حاجات. مش هحتاج اخد فيتامينات مدى الحياه. بناخد فيتامينات بس من 6 شهور ل 9 شهور بعد العمليه، لان دي الفتره اللي الوزن بينزل فيها بكميه كبيره. فباخد فيتامينات، لكن انا مش بأثر على الجهاز الهضمي ولا التشريحي خالص. الاكل بينزل من الفم للمريء للجزء المعده الصغير لبقيه الاثنى عشر والامعاء، يحصل لهم امتصاص وهضم طبيعي. العمليه دي فكرتها ببساطه. هنبدا نشرح في فيديو تاني وفيديو تالت ازاي التكنيك بتاعت العمليه، وازاي بنقص منديل البطن، وازاي بنعمل الحاجات دي كلها. تابعوا معانا الفيديوهات.